عايز اقول لك ان فيديو النهارده فيديو مهم جدا. هتقول لي فيديو مهم ليه جدا يا عبد الله؟ عشان النهارده انا جاي اقول لك على انا استقلت من وظيفتي ليه. انا سبت شغلي بسبب، عايز اقول لك حاجه ما كنتش اتوقعها. انا رحت اشتغلت في المكان ده، قعدت 10 سنين، شاب عندي 23 سنه قعدت في المكان ده 10 سنين، طالع منه 32 سنه او 33 سنه، وانا اللي سايب الشغل. انا اللي مقدم استقالتي من الشغل وسبته. لك ان تتخيل ليه. بس قبل ما اقول لك انا استقلت ليه، عايز اقول لك على حاجه مهمه جدا. اي واحد فينا رايح اي شغل جديد بيحاول يفهم الشغل عايز ايه. وربنا انعم عليا بالذات، خلي بالك، اللي عايز يشتغل وياكل عيش واللي عايز يطور من نفسه ويبقى حاجه كبيره بعد كده. تمام. المهم، عايز اقول لك ربنا انعم عليا. الناس كانت بتحبني وانا بحبها، الناس كانت بتحبني وانا بحبها، اللي هم اصحابي، حتى الناس اللي كانوا في المواقع نفسهم، بفضل الله يعني. ربنا دايما نعمه. المهم، عايز اقول لك ما كملتش سنتين في الموقع ده واترقيت، بقيت سوبرفايزر، بقيت ماسك التيم كله. بسبب ايه؟ عايز اقول لك والله 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 فضلا من الله عليا، هو التوفيق بتاع ربنا. انت عليك السعي وربنا عليه النتيجة. عايز اقول لك انا من النوع اللي هو بيحب التفاصيل. التفاصيل دي هي اللي رقتني وطلعتني فوق، ان انا راجل مهتم، بتابع، بعرف ايه اللي ليا، بعرف ايه اللي عليا، بضيف للشغل حاجة. شاب بقى 23 سنة عايز يكون حاجة، صاحب بيت بقى ولسه متجوز، شاب صغير عايز اعمل حاجة وعايز ارتقي وعايز اترقى في المكان وعايز اوصل لراتب مجزي. كلنا بندور على دي، طالما ما باذيش حد وطالما ما يرضي الله وطالما بتقي الله في مكاني. اللي انا عايز اقوله لك ان انا كنت محبوب جدا وسط اصحابي، وكمان مديري كان بيحبني جدا. انا كانوا حتى مسميني انت الابن المدلل ليه، اللي كان عايز ينزل اجازه او محتاج اي حاجه من شغله كان ساعات بيجي يقول لي عم عبد الله عايزين كذا عايزين كذا. فكنت اروح لمديري واتناقش معاه واحاول اظبط الشغل واظبط الموضوع مع زميلي، على اساس ان احنا برضك ما نعملش خلل في الشغل. وكنا بنراضي زميلي يعني، وبنراضي الشغل والمدير اللي معاه، ما كناش بنيجي على حد بفضل الله. المهم، عايز اقول لك انا استقلت من وظيفتي بسبب صحابي. في مثلا انا كنت ماشي بيه بس ما ينفعش معاه في شغل، اللي هو ايه بقى؟ امسك العصايه من النص. اللي هو ايه؟ عايز اراضي المدير وعايز اراضي اصحابي، امسك العصايه من النص. بس للاسف ما تنساش ان انا لما رحت المكان ده، عايز اقول لك انا اترقيت من بعد سنتين. كان في ناس اصلا قديمه بقى لها 5 سنين و7 سنين ما حدش فيهم اترقى. ففي نقطه برضك، انت النهارده انت كنت معانا، انت النهارده بقيت مسؤول عننا وبقيت مشرف علينا وبقيت. وفي ناس مش متقبله دي، ناس شايفاك لسه انت تحت، فبيعاملك كانك تحت، ما يعرفش ان انت بقيت مسؤول عنه. لا لا، انت زيك زينا. في ناس عقليتها كده، يعني مش حابب لك النجاح ومش حابب لك ان انت تكون مسؤول. لا يا عم، انت كنت لسه معانا امبارح. لا يا حبيبي، انا خلاص بقيت راجل مسؤول عنك، فاي خطأ انت بتعمله انا بشيله. دي نقطة. فانا النهاردة بقيت فاصل ما بين صحابي وما بين مديري. الحتة دي كارثية بالذات، خلي بالك لما تكون طالع من وسط اصحابك. عارف لو انت جيت اصلا مشرف او مدير عليهم، حاضر وطيب وتعليماتك واللي انت عايزه، لكن انت عشان طالع منهم، فهنا الحقد والحسد. وفي طبعا ناس ما بتتقبلش ان انت، لا انت احنا اصحاب، الشغل ملوش دعوه. لا، هو الشغل شغل، انت صاحبي ما قلناش حاجه، بس طالما انت صاحبي ما ينفعش تضرني في الشغل. هو ده اللي عايز اوصله. فالمهم، حصل شويه خلافات بسبب ما بين مديري وما بين صحابي. فالنقطه اللي انا عايز اوصلها لك، ما ينفعش ان انت تمسك العصايه من النص في شغلك. لا، الشغل شغل والصحوبيه صحوبيه. انا كنت من النوع اللي هو ما بيحبش يزعل حد، ما بحبش اضايق حد. بس اتعلمت حته من القران الكريم، كلام الله عز وجل، عجبتني جدا، بالذات في اخطاء زمايلي. فمن عفا واصلح. انا زميلي النهارده عمل حاجه غلط في الشغل، لا انا كنت بعديها، او ممكن اقعد جنبه، يا عم ما ينفعش تعمل كده والموضوع كده غلط والمدير بتاعنا هيأذيني وبعد كده يأذيك. طب انا اتأذي ليه؟ ما انا ما قصرتش في حاجه، انت السبب. والكلام اللي هو التافه اللي انا كنت بتكلم فيه ده. لكن لا، النهارده المفروض انا زميلي ده في الشغل معايا وبالاحسان، انت عملت غلط، الغلط ده ما ينفعش تعمل تاني، فبستأذنك ما تكررش الغلط ده، عشان الغلط ده هيأذيك وهيأذيني. ومديري انا بالنسبه له هسقط من نظره ان انا راجل مهمل. فبستأذنك ما تعملش الغلط ده تاني، عشان لو عملت الغلط ده تاني انا هصعد الموضوع لفوق. انا ما كنتش بعمل كده، دي الكارثه. انا كنت بعدي، وده غلط، وده غلط في حق الشغل على فكره. دي ملهاش دعوه ان انت راجل بالصاحب جدع او مش عارف ايه.
او في ناس تقول لك طب روح القانون، روح القانون طالما مش هتضر حد. لكن انت هنا كزميلي انا بالعكس، انا بضر الشغل وبضر بيئه العمل. لا، المفروض احنا واخدين تعليمات او واخدين سيستم او نظام ماشيين عليه، المفروض نمشي عليه. فاللي انا عايز اقول لك النهارده ان انا خسرت او استقلت من الشغل بسبب النقطه دي، بسبب زمايلي، بسبب ان انا حبيت امسك العصايه من النص ما بين مديري وما بين صحابي. وللاسف هنا يا تشوف شغلك يا اما تبقى بتاع زمايلك وتبقى تحت. لكن الصح بما يرضي الله فمن عفا واصلح. انت صاحبي ومفيش اي مشكله، بس بستاذنك ما تعملش الغلط ده تاني. عملت الغلط ده تاني استاذنك بقى، انا كده هصعد الموضوع لفوق بالادب وبالاحترام وبالمحبه. بس الاول بنصحه، انا النهارده نصحته، بعد كده هضطر ان انا اتبع معاه تعليمات الشغل او النظام والسيستم اللي احنا ماشيين عليه. فالنهارده انا نصيحه مني ليك في الفيديو ده القصير جدا، عايز اقول لك حاول في شغلك تدي الشغل حقه. خليك في شغل، انت رايح الشركه دي عشان تربح، عشان ترتقي. حته الزمايل خلي الزمايل او الصداقه بره الشغل. في روح الصداقه في الشغل مفيش مشكله طالما بنخاف على بعضينا وبنحب الخير لبعضينا. لكن انت النهارده انا برتقي او بترقى في شغل انت مش عاجبك الوضع ده، او انت عايزني افضل تحت معاك، او انت راجل مهمل وعايز تاخدني معاك تحت، فساعتها انت كده بتخسر شغلك وترجع تقول هو الشغل وحش ليه. لا، انا اللي غلطان. فانا النهارده استقلت من شغلي بسبب صحابي وبسبب ان انا كنت مهمل بسبب النقطه دي. فعلا القرآن الكريم ما سابش حاجه، فمن عفا واصلح. اعفي عن الخطأ الاولاني وصلحه في نفس الموقف. زي ما قلت لك انت النهارده عملت خطأ، بستأذنك ما تعملش الغلط ده تاني. انا النهارده اهو سامحته وما بلغتش عنه في شغلي بسبب تأثيره ده، بس بعرفه ما تعملش كده تاني. انا كده بصلح، عشان لو انت عملت حاجة تاني انا هصعد الموضوع. وده الصح، دي وجهة نظري. لو حد عنده وجهة نظر مختلفة عن كده يكتب لي في التعليقات ونناقش بعض، وهو مش عيب. دي كانت وجهة نظري، لان انا خسرت شغلي بسبب الحتة دي. صحابي هم اللي سقطوني في شغلي من بعد ما عاوز اقول لك، انا بقول لك ما كملت السنتين في الموقع ده بفضل الله. عايز اقول لك كانوا بيقولوا لي انت الابن المدلل للمدير بسبب جهدي وبسبب مجهودي وبسبب ان انا كنت بطور نفسي وكنت بحب الشغل. وخد بالك من اللي بيحب الشغل هنا فعلا بيرتقي. اي حد بيحب حاجه بيعلى في شغله. بس فلو في اي حاجه اكتبوا لي في التعليقات، وانا بشارككم والله شويه حاجات بتحصل في شغلي وبتحصل في حياتي، بتمنى تفيدكم. وزي ما قلت لك غرض قناتي اسمع واشتغل، عايزك تسمع مني وتشتغل في الواقع. وخلي بالك وقتك لا يقدر بثمن. فبشكرك على وقتك دوت. اتمنى تشترك في قناتي وتفعل زر الجرس، ويا سلام بقى لو تعمل حته لايك صغنون كده وتصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في التعليقات. السلام الله عليكم.